عايز اوصل رساله للكلب السيسي. على فكره انا بعمل امين شرطه، في مديريه امن القاهره. ايوه بعمل امين شرطه في مديريه امن القاهره. بوصل رساله للسيسي وبنادي زمايلنا في الداخليه: اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، يوم الحساب، يوم العرض على الرحمن. ما فيش فيه ولا وساطه ولا فيه سيسي ولا فيه عفاريت ولا فيه جنون زرقاء. ربنا يحاسب كل انسان، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. كل انسان هيتحاسب، كل انسان هيتحاسب. وان شاء الله. طيب انا عندي خبر ان في امين شرطه اتصفى وفي اعتصام لامناء الشرطه، ايه الموضوع ده؟ يا حضرتك يا فندم، انا اول واحد في مصر، انا اول واحد في الشرطه، انا اول واحد اساسا كان طلع لي قرار تصفيه، وتم محاكمتي يوم 14/7 بعد الانقلاب ب 11 يوم، بعد موقعة الحرس الجمهوري. لما ناديت فيهم قلت لهم حرام، ما يرضيش ربنا العصافير، الناس اللي محترمه، الناس الكويسه نصفيها بايدينا بدل ما نحارب العدو، نحارب اولادنا واللي حفظت القران. حكموني يوم 14/11، يوم 14/7 بعد الانقلاب ب 11 يوم بالظبط. نعم. وتم عرض على المحكمه، ورحت قدام قاضي محترم، اداني براءه. جت النيابه استأنفت ضدي، جالي حكم غيابي. يعني بص، في حكم عوار، حكم يعني ازاي المحكمه تديني حكم في غيابي وانا واخد براءه في اول درجه؟ يعني مفيش قانون في بلدنا، ولا في قضاء، ولا في اي حاجه خالص، ومحدش يعول بقى على الشرطه، ومحدش يعول على بتوع الجيش، بص، ما كانش الشعب المصري ينتزع حريته بايده، ما فيش حد هيجيب لنا حريتنا، لا كلاب الشرطه ولا كلاب الجيش ولا كلاب القضاء ولا اي حد من البشريه دي كلها اساسا هيجيب لنا حقنا. لازم بسواعدنا وبايدينا من لم ينتزع حريته بايده ما يبكيش بقى على اي حاجه في الوجود ده بعد كده خالص. اشكرك يا يحيى، تحياتي ليك.